الحظ، الاسم والنصيب، بختك يا ابو بخيت، القضاء والقدر، مفردات كلنا عايشين جوه المتاهات بتاعتها، عايشين فيها نسأل نفسنا عن أحلامنا، عن مستقبلنا، عن أفكارنا، عن واقعنا. غصب عننا بتحكمنا الأفكار دي والمفردات دي. أنا بعتبر إنه من المرات يمكن القليلة اللي كان حظي فيها حلو، إن أنا وأنا ماسكة الفيسبوك بتاعي لقيت الإعلان بتاع حاجة اسمها كورس في الفلسفة عنوانه خريطة القدر، فقلت ده جاي لي أنا. أنا كانت دراستي الثانوية علمية، فما استمتعتش بدراسة النوع ده من المواد، ولكن دراستي الجامعية كان فيها ده. وميولي الشخصية اني انا بحب افكر اتأمل في ربنا، في الكون، في خلق الله، في الاحداث، في الدنيا. فبيسموني في العيلة الفيلسوفة يعني. فقلت لا، يعني لازم اروح ادرس بشكل لطيف. عجبتني جدا فكرة الكورس، فكرة المواد اللي هنتلقاها فيه. المادة العلمية كانت فعلا على ارض الواقع جميلة. ظني ما خابش في مستر احمد ابو طالب، بوجه له كل التحيه. الشرح اللي هو شرحه قد كده كان فعلا مغري، انه انا احس انه انا لازم يكون من نصيبي الالتحاق بالكورس دوت. هو عباره عن 3 مرات، كل مره بتبقى 5 ساعات. حقيقي بيحصل فيها متعه عقليه بالغه، عصف ذهني على اروع ما يكون، طاقه نفسيه بنتشحن بيها. وكان يمكن برضو من حسن الحظ ايضا انه المجموعه اللي بتبقى متواجده من احسن الناس، لاني انا بتصور ان محدش بيشترك في حاجه زي دي الا لو فعلا حابب يستفيد وعنده من العقليه ومن الخلفيه بعض الاشياء اللي هو اكيد جاي يكملها او يستكملها من خلال الكورس ده. سمعنا ايه هو القدر، ازاي ممكن، هل يا ترى الانسان يقدر يغير قدره؟ هل ممكن في مسارات في الحياه احنا بنختارها ومسارات اخرى بتفرض علينا؟ طب لو حصل كده نطلع منها ازاي؟ ايه العبره منها؟ ايه الفايده منها؟ كان لقاء رائع، وكنا بنحس ان احنا في ال5 ساعات دي فعلا منفصلين عن اي عالم، مش بس خارجي، حتى عن عالمنا احنا الشخصي. كل واحد فينا بيقعد ناسي ازماته، ناسي مشاكله، ناسي نفسه حرفيا، وعايش وغايز جدا 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 جوه هذه الماده العلميه الرائعه المفيده جدا. كنا بنروح نلاقي نفسنا متجددين وفي حاله اخرى، حتى لو بنرجع لنفس الواقع بس بعقليه تانيه، برؤيه تانيه. احنا لسه مخلصين الكورس بتاعنا، كلنا مشحونين، كلنا بنفكر في بكره بشكل مختلف، برؤيه مختلفه ان شاء الله تتحقق على ارض الواقع من خلال هذا الكورس الرائع. بدعوكم فعلا تشتركوا فيه، هتستمتعوا وتستفادوا. كل التحيه لمستر احمد ابو طالب ولكل الزملاء، وللقادمين ان شاء الله اوعدكم تجربه جميله مفيده ممتعه على كل المستويات.